شو هي سر احتفالية كريستيانو رونالدو الجديدة اللي ممكن جدا يخسر بسببها زميله بالمنتخب البرتغالي قبل كأس العالم؟ أنا عندي إحساس بأنه الهلال هو أكثر نادي بيكرهه كريستيانو رونالدو في مسيرته الكروية، حتى أكثر من برشلونة، بس ما عندي دليل. فعليا أول مرة بشوف رونالدو شمات وبيشمت بهذا الشكل، فبجولة شاهدنا فيها الهلال يتعثر مرة أخرى، فبآخر 7 مباريات الهلال تعادل ب5 وانتصر فقط بمباراتين، وهذا ببين لك حجم الشتات اللي عايشه الهلال بالوقت الحالي مع انزاجي اللي غير من هوية الفريق. والحق كامل مش على المدرب فقط بل على لاعبي الهلال الجالسين يلعبوا من دون رغبة وروح. فطلع روبن نيفيش بعد التعادل امام التعاون وقال: هناك لاعبون يلعبون كرة سلة وبالاخير لا تحتسب عليهم ركلات جزاء. راح رونالدو سجل من ركلة جزاء واحتفل على طريقة كرة السلة ساخرا من روبن نيفيش ومتشمت بالهلال اللي خسر الصدارة للنصر. وبصراحة النصر بيستحق الصدارة، تحفظ انزاجي ما راح يفيده. جيسوس مدرب جدا مرعب، حافظ الدوري حفظ، اي فريق بيواجهه ما بيرحمه، ضغط وهجوم وفرص واهداف ما بتتوقف من كل مكان. النصر بيمتلك سلسلة انتصارات، 11 مباراة 11 انتصار و9 كلين شيت، وبعد ما صار الفارق 5 6 اهداف بينه وبين توني، رونالدو يعود من جديد للمنافسة على لقب هداف الدوري والفارق اصبح فقط هدفين. دوري روشن السعودي يعتبر من ضمن الاقوى بالعالم حاليا كتنافسية، متخيلين وصلنا لنصف الدوري، وصلنا ل 23 مباراة ولحد الان في 4 فرق تنافس على لقب الدوري. نعم القادسية مرشح حقيقي للقب مع الاهلي والهلال والنصر.